من يومين في أحد الأماكن العامة كنت بتمشى أنا وبعض الأصدقاء، ومرة واحدة حصلت حاجة غريبة أوي. لقيت حد عمال يقول لي: يا باشمهندس أيمن، يا باشمهندس أيمن. فأنا استغربت، أنا إزاي حد في المكان ده وعارفني؟ أنا مش معروف هنا. فببص ورايا لقيت إذ مصادفة أحد العملاء والأصدقاء القدامى اللي بقى لي فترة طويلة أوي ما شفتوش. أخبارك؟ إزيك؟ عامل إيه؟ وبالأحضان. وبعدين بيقول لي: يا باشمهندس معلش أنا كنت عايز أسألك على حاجة. قلت له: يا باشمهندس إحنا في خروجة ومش وقت شغل خالص. قال لي: بس سؤال بسيط أوي. قلت له: اتفضل يا سيدي. فبيقول لي: احنا لسه مشترين مكنه بقى لها ما كملناش 6 شهور، والمكنه دي مره واحده ابتدى المحور واي يطلع صوت عالي جدا اثناء الحركه، وبقت تتحرك بصعوبه. فانا قلت له: تمام. قلت له: طب هي المكنه بتاعتك كانتليفر ولا جانتري؟ قال لي: يعني ايه؟ قلت له: حضرتك انت ما تعرفش يعني ايه كانتليفر ولا جانتري؟ ما شفتش الحلقه بتاعتي الحلقه اللي فاتت؟ قال لي: حلقه ايه؟ قلت له: حضرتك انا بعمل حلقات على اليوتيوب بشرح فيها المكونات المكن. قال لي: تمام تمام. قال لي: يعني ايه جانتري؟ يعني ايه؟ قلت له: اتفرج على الحلقه وانت تعرف. قلت له: من الاخر يعني هي شكلها عامل كده ولا شكلها جاي على جسر؟ قال لي: لا هي جايه على جسر. قلت له: طيب المحور هو بقى اللي بيتحرك عليها ده عليه بول سكرو ولا ركن بينيون؟ قال لي: يا باشمهندس ما تكلمني عربي. قلت له: يا باشمهندس حضرتك في نوعين من انواع التوصيلات. طيب بص حضرتك كده، راكب فيها حاجه كده جشمه وفتيله ولا فيها ترس وجريده؟ قال لي: لا ده هو ترس على جريده. قلت له: طيب تمام. اولا حضرتك انت عايزك تتابع بس الحلقه بتاعتي عشان تقدر تعرف ايه اللي انا كنت بتكلم عليه. تاني جزئيه وده المهم جدا دلوقتي اللي عايز اسالك عليه: انت مركب شفاط بتنظف مكان الترس ده؟ فقال لي: لا الحقيقه هو الاوبريتور اللي واقف على المكنه ما شفتوش عملها قبل كده. قلت له: تمام. المشكله هنا يا فندم، فيا ريت دايما نهتم دايما الموضوع ده انا بتكلم فيه، يا ريت نهتم دائما بنظافه وتطهير الماكينه، وخصوصا لما يكون في نشاره خشب. نشاره الضغط الرفيع ده بيبوظ اجزاء كتيره قوي في المكان. من مصباح سي ان سي في سلسله تعلم سي ان سي، واحنا في الحلقه الثالثه، الجزء الثاني اللي هو شبيه البشر. وان شاء الله في الحلقه دي هنتكلم عن التواصل ما بين عقل الماكينه واجهزه الاحساس ومعناها ايه. مشاهده سعيده ان شاء الله، وتعالوا بينا يلا. ركبنا المواتير، ركبنا الجايدز، التروس، البور سكرو، والمكنه ابتدت تتحرك. طب هل المكنه هتتحرك في الفراغ كده منها لنفسها؟ افرض لقيت في حد واقف على جنب المكنه، مش هتقف مثلا؟ الهواء فصل، المكنه هتقول ايه؟ طيب البنطه مش موجوده في مكانها، البنطه مش راكبه كويس. كل دي عوامل لازم المكنه تحسها. طب عشان المكنه تحس الحكايه دي بمنتهى البساطه، ابتدوا يركبوا حاجه اسمها الحساسات او السنسورز. الحساسات دي منها انواع كتيره قوي بقى في المكنه. في حساسات ميكانيكيه ليميت سويتشز، في حساسات ماجنتيك، في حساسات بتعتمد على الفوتوسيل. كل دي انواع من الحساسات بتترجم الحركه بتاعه المكنه، بحيث انها لو هنتكلم على انها كائن حي يعني انها يبقى ليها وعي بالمحيط اللي حواليها، يبقى ليها احساس بالمحيط اللي حواليها. كل الحساسات دي مرتبطه بدوائر كهرباء. دوائر الكهرباء دي اللي هي زي الاعصاب، بتروح على اللي هو النخاع الشوكي، والنخاع الشوكي بيطلع على المخيخ اللي هو البي ال سي. والبي ال سي دي عباره عن وحده. الوحده دي فيها برنامج ثابت لكل مكنه، بيقول لها: انت جاي لك اشارات من المناطق الفلانيه، ترجميها عن طريق برنامج داخلي وطلعي لي النتائج بالطريقه الفلانيه. حد جوه المكنه زي ما احنا بنقول كده، وبدل ما تخبطه توقف المكنه. الهواء قل يوقف المكنه. الشحم قل يديك انذار ويديك الارم يقول لك ان الشحم قل او الزيت قل. فهي دي وظيفه البي ال سي. البي ال سي مختصره اسمه بروجرامابل لوجيك كنترول، او وحده كنترول منطقيه قابله للبرمجه، بس دائما بتبقى برمجتها ثابته. وحدات البي ال سي بتستخدم في خطوط الانتاج اكتر، اللي هي ما فيهاش حركه، يعني ما فيهاش تغيير في الاوبشنز، يعني هي دي مسؤوليتها. والبي ال سيز دي انواع كتيره قوي. في منها اللي هو موديولز كامله، بتبقى وحده كامله والناس بتقدر تبرمجها او المهندسين يقدروا يبرمجوها. وفي بتبقى جايه مع الشركات في هيئه كروت. طبعا عشان الشركات سر الصنعه وكده، فعملت موضوع الكروت ده. هو نفس البي ال سي بس مفكوك، يعني تبص كده على تفتح الكابينه تبص عليه تلاقي عباره عن كروت راكبه جنب بعضيها.
طبعا كل واحد من دول له مميزات وله عيوب، وكل شركه ليها مسؤولياتها، وبتفرق معاك في سرعه الاستجابه، في الاحمال بتاعته، في عوامل كتيره قوي جوه وحده البي ال سي. تمام. خدنا الاشارات، خدنا المدخلات، طلعنا المخرجات، ابتدينا نربطها بجهاز الكمبيوتر عشان يبتدي هو يتعامل معاها. طيب نيجي على وحده جهاز الكمبيوتر. زمان كان الكمبيوتر لسه ما وصلش لمرحله التطور اللي فيها دلوقتي، فكان كل مصنع ماكينه بيبتدي يعمل وجه التعامل مع الماكينه بطريقه معينه خاصه بيه. الطريقه دي كانت دايما بتحتاج لناس فاهمه قوي 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 حاجه اسمها الجي كود والام كود. ايه الجي كود وايه الام كود؟ الجي كود دي مختصره للجيومتري كود، الا وهو مجموعه الاوامر اللي انا بدخلها في المكنه واقول لها اتحركي في الفراغ بالطريقه دي، خدي اتجاه الاكس قيمه، خدي اتجاه الواي قيمه، انزلي بالزد قيمه. فدي خاصه بالمحاور والحركه بتاعه المكنه، اللي هي الحركه اللي بترسم معايا. وفي حاجه اسمها الام كود. الام كود اللي هو الماشين كود، اللي هو بيعمل حاجات معينه، يقول للمكنه ايه، شغلي تبريد لو هي فيها تبريد، شغلي الفاكيوم، مجموعه الاوامر الخاصه بتشغيل جوه المكنه. طيب في حاجه اسمها التي، في حاجه اسمها الاف. الكلام ده كله ان شاء الله باذن الله هنعرفه قدام، هنعرف يعني ايه جي كود، اشهر اوامر فيه، معناه ايه بصوره تفصيليه، بحيث ان احنا نبقى واعيين وعارفين نقرا الاكواد دي كويس. ابتدى العلماء يطوروا في اجهزه الكمبيوتر، فابتدت اجهزه الكمبيوتر تاخد شكل تاني، فابتدى يبقى فيه ويندوز، ابتدى الويندوز ده يتطور. فلما الويندوز ابتدى يتطور فالمصنعين قالوا طب ما احنا نوفر على نفسنا ان احنا نعمل بيئه تعامل ونبتدي نعمل برامج باللغات اللي هي المتوفره ساعتها. طبعا كان في فيجوال بيزك وبيزك وسي بلس بلس، ودلوقتي في بايثون، في دلوقتي في دلوقتي لغات برمجه رهيبه يعني، بتعمل انترفيسز رائعه اكتر من رائعه، بحيث ان اللي يقف على المكنه دي مش شرط يبقى عارف الجي كود، مش شرط يبقى عارف مجموعه الاوامر دي. بس خلي بالك انت مهم تبقى فاهمها، مش شرط تبقى متمكن منها، بس تبقى فاهم معناها ايه. الاوامر دي لما ابتدوا يعملوا الواجهه الانترفيس، انك انت تروح كليك تختار البونطه، كليك تختار الخط شكله ايه، كل الاوامر دي ابتدت تسهل على الناس ان اي حد يفهم البرمجه دي ازاي ويتعلم تريكاتها، يبقى شاطر على المكنه. البرامج دي ليها مسمى، المسمى بتاعها اسمه كاد كام سيستمز. يعني ايه؟ الكاد هو اختصار لكلمه كمبيوتر ايدد ديزاين، اي التصميم بمساعده اجهزه كمبيوتر. دي طبعا معظم المهندسين ومعظم الناس اللي بتتعامل مع الرسومات فاهمه يعني ايه الرسم، وانها ازاي تعمل رسم على جهاز الكمبيوتر. ومهم جدا ليك كاوبريتور، حتى لو انت مش هتستعمل الاوتوكاد، تعرف ازاي تتعامل مع الرسمه، تبقى فاهم الرسمه، تبقى عارف اذا كانت الرسمه دي هتنفع على المكنه ولا لا، ابعاد الرسمه دي مظبوطه على المكنه ولا لا، عشان ما تجيش تشتغل شغلانه تبوظ المكنه او تبوظ الشغله، المسؤوليه ترجع على مين؟ على حضرتك طبعا. دي نقطه. مجموعه الاوامر الرسميه اللي هي الرسومات دي بتبتدي تترجم جوه المكنه لمجموعه اوامر تانية اللي هي بنسميها الجي كود. والكام معناها كمبيوتر ايدد مانيفاكتشرنج، معناها ان انا بمساعده الكمبيوتر ببتدي عمليات التصنيع، ببتدي اطلع الرسمه اللي قصادي دي لمنتج نهائي. ولك ان تتخيل كم المتعه اللي عند الاوبريتور لما بيحول حاجه من خيال لواقع. دي على فكره متعه خطيره، ومعظم الناس اللي بتفهم المكن بتحب المكنه قوي من وراها. طيب عملنا الرسمه، اشتغلنا على المكنه، طلعت الرسمه باحلى ما يمكن. ده معناها ان انت راجل حريص على شغلك، ده معناها ان انت راجل فاهم كويس قوي في الشغلانه بتاعتك. بجانب ده وبجانب الرسمه، انت محتاج تختار بونطه، محتاج تختار سرعه، محتاج تختار ار بي ام. وبما ان البرنامج ده معتمد اساسا على الانسان، فاحيانا الانسان ممكن يغلط، احيانا الانسان ممكن يحط ابعاد غلط. فاحنا نكون حريصين تماما على ان احنا نفهم حاجتين مهمين جدا. نفهم الرسمه اللي جايه لنا دي هل هتنفع على المكنه ولا لا، معناها ان انا لازم يكون عندي خلفيه عن الكاد
سيستمز، يعني لازم اكون اعرف اقرا رسمه، اعرف لما اشوف الرسمه دي اعرف اذا كانت الرسمه دي صح فيها حاجه غلط، هتنفع على المكنه مش هتنفع على المكنه. طيب الجزئيه الثانيه لازم اكون فاهم كويس قوي في الكام او البرنامج التشغيلي بتاع المكنه. لازم ابقى عارف المكنه دي هختار البنط ازاي، هختار السرعات ازاي، هختار التخانات ازاي، هنزل اعماق قد ايه لان دي مشكله، همشي مسافات قد ايه. الحاجات دي كلها لازم تبقى في الحسبان، ولازم اكون اوير وحريص قوي واتعامل مع المكنه حتى لو انا بروفيشنال هاي كواليتي محترف ماليش ثلاثه في الكون. اتعامل مع المكنه كل مره كان انا اول مره اشتغل عليها. ده هيفيد جدا على فكره، ويخليك تحافظ على نفسك وتحافظ على المكنه. ان شاء الله ربنا ييسر باذن الله، وبقيه الحلقات نبتدي نتكلم على الاجزاء الخاصه بالمكنه اكتر بصوره توضيحيه. نبتدي نتكلم عن الفاكيوم، نبتدي نتكلم عن البرامج بتاعه التشغيل، نتكلم عن الاكواد والجي كودز والام كودز ومعناها، وبعدين نبتدي نتكلم برضو عن الاخطاء الشائعه اللي معظمنا كاوبريتورز اول مره يشتغلوا على المكنه بيقعوا فيها. ارجو اكون قدمت معلومه وان شاء الله نستفيد كلنا منها، ودعواتكم. ولو عايز تعرف اكتر اشترك عندي في القناه، هسيب لك اللينك تحت. ولو عجبك الموضوع اعمل لايك وشير، خلي غيرك يستفيد، خلينا كلنا نتعلم مع بعض.